بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه وسلم. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمله نوع من انواع المعجنات السهل البسيط، حاجة كده في منتهى الجمال، وهو الشوريك او المنجقونة البورسعيدي. حاجة بقى تعوضنا عن الكحكة اللي خلاص. مش قادرة اقول لكم هيطلع معاكم عجينة هشة جدا وقطنية، طعم فوق الرائع، الريحة حكاية، تسوية، متحمر زي ما انتم شايفين من جميع الجهات. بصوا يا جماعة جمال العجينة مورقة ازاي، ولا الطريقة سهلة جدا. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وتعليقاتكم طبعا تهمنا جدا. تعالوا معانا نشوف الطريقة. اول حاجة هننزل بكيلو دقيق متعدد الاستخدام، عليه نص معلقة صغيرة ملح، وعليه معلقة كبيرة هرمية خميرة فورية، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار هرميين لبن بودر. عايزين تستغنوا عنهم يا جماعة مفيش مشكلة. وبعد كده هننزل بكوباية سكر سنترفيش. نقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعض. هننزل عليهم ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة كبيرة خل. طبعا يا جماعة الخل محسن. هنقلب بقى البيض كده الأول مع الفانيليا بإيدنا كده، وبعد كده بقى نقلب البيض كويس قوي مع الدقيق. نكون محضرين كوبايتين لبن او حليب دافين. ننزل باول كوبايه ونعجن. اهم حاجه يا جماعه ننزل باللبن تدريجيا، ما ننزلوش بيه مره واحده. وبعد كده ننزل بتاني كوبايه لبن ونعجن بقى، نشوف اخبار العجينه ايه، هل محتاجه سوائل تاني ولا لا. زي ما انتوا شايفين العجينه لسه ناشفه. هنكون بقى محضرين جنب مننا كوبايه ميه دافيه كده. نزلنا اهو بنص كوبايه. نعجن بقى نشوف اخبار العجينه معانا ايه. لسه العجينة محتاجة شوية مية. هننزل ما يعادل ربع كوباية مية ونعجن. أهم حاجة يا جماعة احنا عايزين العجينة تكون بتلزق في الإيد، ما تكونش يابسة معانا. بسم الله ما شاء الله كده العجينة مش محتاجة حاجة، مش محتاجة نضيف سوائل تاني. أهم حاجة بقى مرحلة العجن نعجن كويس. هننزل بنص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة. وانتوا بقى بتعجنوا الزبدة كده مع العجينة، ما تقلقوش لما تلاقوا العجينة قطعت معاكم، ما شاء الله هترجع تلم وتنعم وتبقى زي الفل. اهم حاجة بقى مرحلة العجن دي يا جماعة مهمة جدا، عشان احنا عايزين العجينة تبقى طرية ومرنة كده وليها عرق، خلي بالكم. اما بقى الزبدة بتخلي العجينة ناعمة وبتطلع المخبوزات ريحتها مفحفحة وفي منتهى الجمال. كده خلصنا احنا مرحلة العجن. ما شاء الله العجينة مرنة جدا وطرية وناعمة وبتلزق في الايد شوية كده، تبقى المخبوزات هتطلع معانا هشة وطرية ومية مية. هندهن بقى وش العجينة دهنة بسيطة من الزيت علشان وش العجينة ما ينشفش، ونغطيها بقى بستريتش ونتركها تخمر لمدة ساعة. بسم الله ما شاء الله خمرت اهيت العجينة وبقت تمام. هننزل بقى بالعجينة ونقسط بقى العجين. هنقسم العجينة كده لقطعتين، وناخد بقى قطعة كده نعملها على شكل رول عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع ان انا اقطعها لاجزاء متساوية. وبعد كده انا يا جماعة مش هكور العجين، هتبقى افضل معايا كده العجينة في البرم، تبقى سهلة معايا. اما بقى بالنسبة لتشكيل العجين مفيش اسهل من كده. هناخد العجينة ونبرمها. بصوا يا جماعة بتتبرم معانا ما شاء الله بمنتهى السهولة، لان العجينة طرية جدا ومرنة. اهو نلف بقى العجينة حوالين نفسها وندخل طرف العجينة كده تحتيها. بصوا ما شاء الله تشكيلة سهلة جدا. هناخد برضو واحدة كمان علشان تشوفوا احنا برضو بنشكلها ازاي. برمنا العجين، نلف بقى العجين كده حوالين نفسه زي الكحكة كده، وندخل طرف العجينة تحت منها عشان يبقى شكلها في التسوية حلو. بسم الله ما شاء الله علشان احنا مقطعين العجين زي صوابع كده، فسهلة معانا في البرم. بجد مفيش اجمل من انكم تعملوا المخبوزات والمعجنات في البيت. يعني تخيلوا كيلو دقيق مطلع معايا 25 قطعة، توفير ونظافة، حاجة في منتهى الجمال. كده خلصنا كل الكمية. هنغطيها بقى كده ونتركها يتضاعف حجمها وتخمر لمدة تلت ساعة.
كده يا جماعة خلاص العجينة اتضاعف حجمها وبقت 100. هنحضر بقى لدهان الوش. ننزل ببيضاية كاملة، عليها ربع معلقة فانيليا، عليها نقطتين خل، وبعد كده هننزل ب3 معالق كبار لبن أو حليب، وربع معلقة نسكافيه أو بن سريع الذوبان، معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة يا جماعة. هنضرب المكونات جيدا، نخلطهم جيدا، وبعد كده هندهن وش المخبوزات بتاعتنا مع مراعاة ان احنا ايدنا ما تتقلش يا جماعة على العجينة، علشان خاطر الخمر بتاعها ما يهبطش او يصفط معاكم. نحضر بقى الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 ونتركه كده يسخن لمدة ربع ساعة قبل ما ندخل المخبوزات يا جماعة بتاعتنا. كده احنا دهنا وش المخبوزات تمام. نحضر بقى شوية سكر كده، ونرش السكر على وش العجينة. عايزين تحطوا حبة البركة، عايزين تحطوا سمسم، مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل السكر لانه بيعمل طبقة كده على الوش مكرملة وليها ريحة جميلة، فبصراحة السكر افضل. هندخله بقى نخبزه كده في الفرن. بسم الله ما شاء الله اتخبز معانا حاجة في منتهى الجمال. يا سلام بقى عليه، ده تاخدوا منه قطعة كده الصبح في الفطار جنب كوباية شاي بلبن، حاجة في منتهى الروقان. ويا رب يا جماعة نكون بنفيدكم. سلام عليكم.